عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويرضي قلوبكم ويفرح قلوبكم. النهارده عاملين كوسة، بس أنا عاملاها بطريقة غير المعتادة، عاملاها بطريقة حلوة أوي وحاجة كده. يعني أنا باحب أعمل الأكل في الطاسة على فكرة غير الحلل، مش عارفة ليه، دي عادة فيّا من زمان. بس تعالي أقول لِك هنعمل إيه يعني. هتجيبي هنا بصلاية حلوة كده وسط صغننة، حسب طبعًا كمية الكوسة بتاعتِك اللي أنتِ هتعمليها، وتحطي معلقة سمنة على حبة زيت، حبة زيت بس، معلقة سمنة بس، المتاح عندِك اعمليه أيًا كان المادة الدهنية بتاعتِك. هنا يا دوبك البصلاية بتاعتي أول ما تبتدي بس تصفر، هنا فصين توم، أنا داقة فصين توم، هُم فصين 2 هتحطيهم مع البصلاية. أول ما أحس البصلاية بتاعتي تدبل، يعني تاخد لون نور الصفار الهادي ده. هتلاقي الريحة كده مع البصل مع التوم، والله هتشمي ريحة حلوة أوي، 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 أوي. هنا بقى التكة اللي أنا باعملها في الكوسة، أنا باحب أشوّح الكوسة، والبامية برضه باحب أعملها كده، باحب أشوّح البامية الأول، بس خلّينا الأول في الكوسة يعني. فأنتِ شوّحي الكوسة كده مع البصلة ومع التومة، بجد والله، والله هتفرق في الطعم جدًا، غير ما بنعمل مسبِّك والبصلاية وتطُشّي الطماطم وبعد كده ترجعي تحطّي الكوسة أو الخضار بتاعِك، لأ. التشويحة دي والبصلاية والتومية هتدّي taste للكوسة، هتخلّي الكوسة طعمها حلو. جرّبيها، مش هتخسري حاجة. هاحط واحدة ماجي، أنا طبعًا أنا عاملة مقاطعة طبعًا وعارفة إن الماجي مقاطعة، بس الماجي ده عندي، بجد عندي، فمستنياه يخلص بصراحة ونشوف إيه البديل ليه. هاحط ماجي، هاحط رشة فلفل أسود، حطيت الورق اللوري، هاحط رشة كمون، هاحط رشة 7 بهارات طبعًا بيبقى فيها توم باودر وبصل باودر برضه ده بيعلّي معانا الtaste يعني وكده. بتضبّطي الملح بتاعِك، يعني أنتِ في الآخر خالص بعد أمّا نحط الطماطم وكده دوقي التسبيكة كده ودوقي الصلصة تمام، تمام. الملح ده حاجة ليكِ أنتِ بقى، حاجة تخُصِّك كده. هنا ما كنتش حطيت ال7 بهارات، بس إيه، حطيت بُصّي رشّة كده بسِن المعلقة. أنا عايزة أقول لِك أنتِ أول ما بتحطّي البهارات وبتحطّي الحاجة دي على النار طبعًا والنار بتاعتِك وسط عشان الحاجة بتاعتِك ما تتحرقش، حقيقي أنتِ هتشمي ريحة حلوة، ريحة حلوة أوي، أوي، أوي. هنا الطماطميتين عندي أو 3 طماطميات يعني كبار أو وسط، ومعاهم قرنين فلفل. اضربي قرنين فلفل كده في قلب الخلاط مع الطماطم. هنا حطيت معلقة معجون طماطم عشان خاطر إيه، تبقى الحاجة بتاعتي لونها أحمر. هنا أنا كنت ضربت الطماطم والفلفل. حطي في قلب الطماطم قرن فلفل كده أخضر رومي، ما يبقاش حراق أو حراق حسب برضه مزاجِك، يعني لو عايزاه spicy عايزاه مش spicy براحتك، دي حاجة برضه ترجع لِك، الحراق ده حاجة ترجع لِك أنتِ. وأول ما ضربت يعني الطماطم ورُحت حاطاها على الكوسة. مش هاضيف مَيّة لإن الكوسة طبعًا بتنزّل مَيّة، كلنا عارفين إن الكوسة طبعًا بتنزّل مَيّة، فمش هنضيف مَيّة عشان ما نحسش إن الموضوع إيه، كتير كده. بس وعلى نار هادية غطّيها، أهم حاجة تغطّيها. أنا طبعًا هنا كنت بادوق الملح بتاعي، باشوف محتاج ملح والّا لأ. طبعًا الكوسة دي من عشاق جميلة وليلي، بيحبوا الكوسة جدًا زي البطاطس برضه، فحاجة حلوة ومفيدة. وحتى لو حد بطنه وجعاه والّا حاجة كده، إن أنا عندي ليلي بنتي بطنها وجعاها من ساعة ما اتولدت، فدايمًا يعني الدكاترة الدكاترة مش الدكتور، يقول لي خلّيكِ على الكوسة، الكوسة بتبقى مُلاين طبيعي يعني وكده، وبتبقى هادية على البطن. ركناها وغطيناها وسِبناها مع نفسها. ونيجي هنا طبعًا هنعمل رُز بشعرية، أنا كنت عملته معانا كتير، بس طبعًا في ناس كتير جديدة وشرّفوني طبعًا على راسي، نوّروني في قلب الجروب بتاعي. قلب الصفحة بتاعتي، ربنا يسعد قلوبهم يا رب ويبارك في صحتكم كلكم، ربنا يسعدكم ويكرمكم ويرضيكم ويرزقكم بكل ما تشتهوا. وطبعًا ما تنسوش ندعي لإخواتنا في غزة، ربنا معاهم، ربنا يكرمهم يا رب، ربنا ينصرهم، ربنا ينصرهم، ربنا ينصرهم يا رب. إن شاء الله النصر قريب إن شاء الله، وأكيد ربنا ليه حكمة في كده، أكيد. خلّينا مؤمنين وعارفين إن ربنا هينصرهم إن شاء الله. هنا طبعًا حطيت برضه واحدة ماجي وحطيت حبة ملح، لإني طبعًا مش عندي شوربة، إحنا بنعمل الكوسة من غير لحمة ومن غير أي حاجة، حاجة كده بُصّي على الله، يعني حلو طبعًا رضا، ألف حمد وشكر ليك يا رب. وطبعًا ورقتين غار كده برضه بيدّوا طعم للرز حلو. طبعًا أنا لازم، لازم، لازم أقلّب الرز كده وأقعد أفلفله كده شوية قبل ما أحط له المَيّة، دي عادة فينا في العيلة كلّها. وفي ناس كتير برضه تحب تفلفل الرز كده، تخلّي الرزاية واحدة بواحدتها والشعرية. وطبعًا برضه حطيت سمنة وزيت، يعني المتاح، حطّي زيت بس، حطّي سمنة بس، زيت على سمنة. أنا باحط زيت على سمنة بصراحة، الاتنين بيشيلوا بعض. حلو الكلام. وطبعًا بنحط المَيّة بتاعتنا يعني فوق الرز كده بعُقلة صباع.
هيبقى مضبوط ومفلفل جدًا، جدًا. وهنا طبعًا بقى نغطّيه، أول ما يبتدي يغلي تروحي موطّية النار عليه. هنا برضه باشوف الكوسة بتاعتي كانت دخلت في السِوَى يعني وكده عقبال ما عملت الرز، كانت هي دخلت في السِوَى وحاولي ما تقلّبيهاش كتير. وطبعًا التقطيعة بتقطّعيها زي ما أنتِ ما عايزة. أنا كانت حماتي الله يبارك لها يا رب ويدّيها الصحة، كانت هي اللي مقطّعاها لي، كان النور قاطع وقالت لي: "أنا هاقطّعها لِك." ربنا يبارك لي فيها يا رب، ربنا يراضي حماتي زي ما بتراضينا، ربنا يخلّيها لنا يا رب. وهنا كان الأكل خلص وكان خلاص خلّصنا. يعني على طول أكلة سريعة كده، وعملنا شوية الرز، وكان في طبعًا الليمون العصفر ده برضه حماتي اللي عاملاه، ربنا يرضيها يا رب ويفرّح قلبها ويخلّيها ليّا. ما تنسوش اللايك والشير، ربنا يسعد قلوبكم، شكرًا.